اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله. معرفش ده الصراحة الفلوج كام، بس ده أول يوم ننزل فيه الجيم. طبعا من يوم ما كتبنا الجدول أنا منزلش اليوم ده ولا اليوم اللي بعده، فمش عارف الصراحة كان يوم إيه. النهاردة أول يوم ننزل فيه. يا رب بس نستمر، وزي ما قلت لكم إن إحنا أي حاجة هنعملها هنوثقها ونحطها على بلاي ليست في القناة. فده أول فيديو إن إحنا نروح في الجيم، نروح نشترك ويلا بينا مع بعض. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض. ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. طيب، زي ما شفتوا كده أول ما جينا من الجيم غسلنا الهدوم اللي احنا كنا عارقين فيها، عشان يعني لو هنروح بقى بكرة تاني يبقى احنا مستعدين. حاجة بس في الأول فيديو بس عشان ما ننساهاش، مزيل العرق. يا ريت يا ريت تحط مزيل عرق وترش على نفسك برفان كده قبل ما تروح الجيم، او خد معاك الحاجه دي وانت هناك، تمام؟ لان الناس بتحط مزيد عرق دلوقتي اليومين دول. يعني انت عارف بقى الجيم ممكن يكون حجمه صغير وانت ما شاء الله ناس احجام وحاجات كده، بس ريحه العرق بتبقى وحشه. فحاول يعني ما تاذيش غيرك، واولا انت هتاذي نفسك قبل ما تاذي غيرك، يعني الريحه برضو طالعه وحشه وحشه يعني. طيب، ليه ما بنستمرش في الجيم؟ يعني مثلا ممكن تروح في السنه شهر شهرين اسبوع اسبوعين، في السنه كامله انت نويت تنزل بس ما بتستمرش. يعني انا مثلا ممكن كل سنه انزل شهر واحد او ما اكملش شهر، يعني اشترك شهر وانزل فيه كام يوم معين بس كده ما بكملش. هل دي لاسباب؟ يعني اسبابه ان انت مثلا كنت نازل وفي دماغك غايه معينه انت توصل لها، مثلا جسمك يبقى بعد شهر تبقى شايف ان انت وحش وبتاع. فانت وصلت الشهر، بعد الشهر بالظبط ما لقيتش ان انت ما وصلتش للمرحله في دماغك، فخلاص انت بتقول خلاص مهما اعمل مش هوصل وكده. اول حاجه بتكسل. تاني حاجه ان انت مثلا، انا في اسيوط هنا في الكليه، وطبعا كل شارع في اسيوط في جيم. فمتوفر ان انت تروح، يعني مفيش خطوه 100 متر 150 متر وتكون وصلت الجيم. فده بيسهل عليك في الاول يعني، تمام. لكن لما تيجي تنزل البلد، يعني انا مثلا لما اجي انزل البلد مفيش جيم في البلد عندنا، فاكسل ان انا اروح الجيم اللي في البلد اللي جنبنا. ليه؟ مفيش مواصله. كسلت النهارده بتاع، اجي ارجع تاني على هنا، طب انا مش بروح، فاجي اكسل هنا، لان اليوم اللي انت بتكسله بيجر يوم، بيجر اتنين، بيجر اسبوع، بيجر شهر، فتبطل. وممكن برضو انت تكون بتروح عشان مثلا صاحبك بيروح، او رابط نفسك بشخص معين في الجيم، الشخص ده ما عادش بيروح او غير الجيم، يا هتغير معاه يا هتسيبه هتكسل خالص. فانت علشان تلتزم في الجيم لازم تكون نازل بكامل ارادتك، يعني ما تكونش نازل غصب عنك، ما تكونش نازل عشان حد نازل، لا، انزل انت عشان انت ناوي تنزل، عايز تغير جسمك، عايز تغير شكلك. وطبعا الجيم عايز اكل وشرب كويس، فانت طبعا ممكن في الدراسة والكلام ده وانت مغترب فما تلاقيش ان حد يساعدك في الاكل والشرب، ممكن تاكل طقتين في اليوم او طقة واحدة، فده طبعا بيفرق معاك. فانت هتلاقي نفسك مفيش اصلا فرق بين اول شهر وتاني شهر انت روحته. هتحتاج فترة عشان تلاقي نفسك بان عليك ان انت بتروح الجيم وكده. فدي برضو حاجات بتأثر عليك، فانت حاول انت تظبط نفسك في الاكل برضو، حاول تظبط نفسك في النوم، حاول تظبط نفسك في كل حاجة، يعني الجيم محتاج. احنا بدأنا ان احنا ننزل، فيا رب نستمر، دعواتكم كده لينا ان احنا نستمر.
وان شاء الله يعني اللي بيتفرج عليا وناوي ينزل ما تستناش على نفسك اكتر من كده، انزل وغير من نفسك، غير من شكلك. الجيم بيفرق مع الواحد، لو انت رحت شهر واحد او رحت اسبوعين اتنين والله بيفرقوا معاك، تحس ان انت في صحة كده وفي طاقة عندك غير ما انت مكسل خالص. بتكون يعني مثلا الانتاجية بتاعتك، لو انت بتعمل حاجة 50% هتعملها 70% بعد اسبوعين، بعد شهر هتعملها 80%، بعد فترة في الجيم هتعملها 100%، لان انت في كامل طاقتك وكامل قوتك. فالحاجة دي فالجيم بيساعدك تمام. فما تكسلوش وانزلوا واستنوا منا الحلقات الجاية، يعني ايه سلسلة تغيير حياتنا للأفضل. واستنوا، يلا السلام عليكم.